مع حلول الظلام ينتعش سوق مطاعم الوجبات السريعة في مقديشو ويشهد حركة دائمة. الكل يستعد لاستقبال زبائنه الذين يأتون من كل حدب وصوب. يتردد عبد الرحمن يوميا على هذه المطاعم لما تقدمه من وجبات لم تكن مألوفة لديه. يقول إن أجواءها وما يتوفر فيها من أكلات متنوعة أبعدته عن وجبات المنزل التقليدية. هذا النوع من المطاعم يتزايد في مدينة مقديشو، وهو جزء من التطور الذي أراه جديدا فيها. آتي غالبا هنا كي أستمتع بالوجبات الخفيفة التي أصبحت الطبقة المفضلة لدي. الانفتاح على الثقافات الغذائية الوافدة والإقبال الكبير على الوجبات السريعة فتح شهية المستثمرين، ففتحوا عشرات المطاعم التي تمتلك فروعا لها في أماكن مختلفة وتوفر وجبات سريعة، ما جعلها الخيار المفضل لدى شريحة من الصوماليين بعد عودة صومالي المهجر واستثمارهم في مجالات عدة، وكذلك بعد التحسن النسبي للظروف الأمنية. كان الصوماليون يفضلون سابقا وجبات الأرز والمعكرونة، ولكن يبدو أن الوجبات السريعة مثل البرجر والشاورما وغيرها من البطاطا المقلية بدأت تنتشر بين الناس بسبب ثقافات أكل مختلفة وافدة من الخارج. وبعيدا عما تقدمه المطاعم من وجبات غير مألوفة للصوماليين، فقد تحولت إلى ملتقى للشباب والعائلات لقضاء أوقات فراغهم والتنفيس عن هموم مشاكل الحياة بعد سنوات من غياب أماكن الترفيه والتنزه. نحن الشباب نعتبر هذه الظاهرة شيئا جيدا بالنسبة لنا، لأنه لم تكن لدينا في الماضي أماكن للاجتماع. طبعا هي أجواء تسعدنا كثيرا. ويرى كثيرون أن انتشار مطاعم الوجبات الخفيفة إلى جانب كونها تجمل صورة العاصمة فهي تحمل بعدا اقتصاديا لما توفره من فرص عمل. مطاعم الوجبات الخفيفة لقيت استحسانا وإقبالا لدى المواطنين، وتعكس تعافي مدينة مقديشو من تبعات الحروب، كما تساهم في مسح الصورة النمطية التي علقت بها في الفترة السابقة. عمر محمود، الجزيرة، مقديشو.